هل الشقة دي ممكن تتسجل ولا لا؟ اعرف في دقيقة. لو بتفكر تشتري شقة لازم تعرف ان تسجيل الشقة هو اللي بيثبت ملكيتك رسميا. في نوعين من العقود، العقد الابتدائي ده عرفي، ده عقد عرفي بينك وبين البائع، بيوضح شروط البيع والتفاصيل لكنه ما بينقلش الملكية رسميا. العقد النهائي وده العقد اللي بيتسجل في الشهر العقاري وهو ده اللي بينقل الملكية رسميا. ازاي تتأكد ان الشقة دي قابلة للتسجيل ولا لا؟ اول شيء واهم شيء هو رخصة البناء. لازم تتأكد ان المبنى مرخص قانونيا، اطلب نسخة من رخصة البناء وتحقق من صحتها، وعلى فكرة ده اللي بيتطلب في ورق التمويل العقاري. تاني حاجة حصة في الارض، تأكد ان الشقة ليها حصة في ارض المبنى، ده بيضمن حقك في حالة حدوث اي مشكلة للمبنى ده. تالت حاجة التأكد من الملكية السابقة، اطلب نسخة من عقد ملكية البايع وتحقق من تسلسل الملكية لضمان عدم وجود النزاعات، وده اللي بيعمله المحامي المختص بتاعك. ليه التسجيل مهم؟ لانه حماية قانونية، العقد المسجل بيحميك قانونيا وبيثبت ملكيتك قدام الكل. سهولة البيع في المستقبل، الشقة المسجلة بتكون اسهل في البيع بمراحل وبتزيد من قيمتها. على فكرة نصيحة اخيرة، قبل ما تمضي اي عقد استشير محامي مختص في العقارات علشان يراجع الاوراق ويتأكد من صحة الاجراءات. ولو عندك اي استفسار او محتاج اي مساعدة اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك بنفسي.